صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير. آلاء صباح الخير. في حد انونيمس بس صباح الخير برضو. مارينا هلو. هاي ازيكم. I miss you too. طيب انا مبسوطة جدا ان انا معاكم النهاردة. انا عارفة ان انا مكنتش معاكم امبارح، بس انا خلاص معاكم ان شاء الله لحد اخر الاسبوع. آم، مبسوطة ان انا شايفاكم ومعاكم وان انتم موجودين. برضو يعني بشكركم جدا على مجهودكم في الامتحان ومجهودكم في فيز 1، لان يعني الدليل طبعا على ان انتم موجودين في فيز 2 ان انتم تعبتوا وذاكرتوا كتير جدا وجامد جدا، وكنا عارفين ان التوبكس ممكن تكون كبيرة، واول مرة تبقى كذا توبك مش توبك واحده كونسنتريتد على حاجه زي السنه اللي فاتت لما كان رياده الاعمال، والسنه اللي قبلها لما كان الشمول المالي. فطبعا درجات كلكم حلوه قوي، وانا سعيده جدا ان انتوا كلكم اتاهلتوا لفيس 2. احنا النهارده في تاني يوم من البوت كامب بتوبك الاس ام ايز او الشركات الصغيره والمتوسطه، وهنكمل على اللي اتقال امبارح. هناخد ابيسود 2 من الاس ام ايز، هنتعرف فيها على آم، هنتعرف فيها على الاس ام ايز وعلاقتها بالايكونوميز او بالاقتصاد. وبعدين هنكمل مع استاذ عماد فؤاد ودكتور ايمن اسماعيل من اي سي، ومع شهاب هيشرح لنا حاجه اسمها برودكت انوفيشن. تعالوا نبتدي مع بعض بأول ابيسود. بس قبل ما نبتدي بأول ابيسود كنت عايزة أجاوب على سؤال كان موجود في الشات، ويمكن يكون كان عندكم سؤال، يبقى عندكم نفس السؤال بس انتم ما سألتوهوش، فهقول لكم عليه بسرعة. بفكركم من فيز 1 ان انتوا طالما دخلتوا على الزوم يبقى انتوا كده حضوركم متسجل، لان زوم ما كانش هيدخلكم اصلا او يسمح لكم بان انتوا تبتدوا الميتنج غير لما تكونوا حضوركم متسجل او انتوا عملتوا ريجستر. ولو طلب منكم، لو هو مش لازم يطلب منكم، بس لو طلب منكم في الاول ان انتوا تختاروا ما بين الاوبشن بتاع ساين ان او ريجستر، اللي يهمنا اكتر ان انتوا تعملوا ريجستر. اوكي، لو طلب منكم ريجستر بس ده معناه ان انتوا عاملين ساين ان من الاول، فانتوا مش محتاجين تعملوا حاجه، بس لازم تعملوا طبعا ريجستر. ف ولو ما طلبش منكم حاجة خالص برضو تمام، بس طالما انتوا دخلتوا في الزوم وطالما انتوا موجودين دلوقتي وخلاص الزوم فتح قدامكم وشايفيني وانا بتكلم، يبقى انتوا معناها ان انتوا كده دخلتوا على الزوم وكله تمام وحضوركم متسجل عندنا. انا عارفه ان انتوا طبعا لسه المشكله بتاعت النور او الكهرباء موجوده، الكهرباء بتقطع في نص اليوم، او ممكن يبقى النور الانترنت عندكم بيقطع، او وات ايفر فور وات ايفر ريزن بتطلعوا من الزوم. بس ده طبعا مش مشكله، واحنا مقدرين حاجه زي كده، وعارفين من فيز 1 ان احنا كنا as fair as we could في موضوع الامتحان، وكلكم بعتوا كل الامتحان وتأهلتوا لفيز 2. فما تقلقوش من موضوع الاتندنس، بس اللي يهمنا ان انتوا تكونوا موجودين كل يوم. لازم نكون موجودين كل يوم المدة كلها لحد آخر يوم لما نخلص. لو لا قدر الله طلعتوا في النص أو اضطريتوا أو زوم قفل منكم لأي سبب، لو سمحتوا ادخلوا تاني، عشان هو ده اللي يهمنا، ان انتوا طالما طلعتوا تخشوا تاني. فباين قدامنا ان انتوا بتخشوا بتطلعوا لسبب ما، نور قاطع، نت فاصل، بس على الاقل ان انتوا بتحاولوا تخشوا جوه الزوم تاني، فده باين عندنا. وبيبان عندنا كم مره ودخلتوا وطلعتوا من الزوم، فاحنا مقدرين ده وما تقلقوش خالص من الاتندنس. طبعا بفكركم تاني ان احنا الفيز دي بيبقى فيها برضو امتحان. فاحنا عندنا الامتحان بتاعنا تقريبا يعني ان شاء الله 90% هيبقى يوم الاحد الجاي، بس قلت اديكم هيدز اب ان انتوا محتاجين تذاكروا اول باول، ان احنا المده بتاعتنا قصيره جدا، يعني حد اتنين تلاته اربع خميس. احنا النهارده اوريدي في تاني يوم، ففاضل لنا 3 ايام كمان على الاس ام ايز بوت كامب، وهيبقى عندنا الويك اند ان احنا نذاكر فيها عشان غالبا الامتحان هيبقى يوم الاحد الجاي. فبديكوا هيدز اب كده من اولها ان انتم محتاجين تذاكروا اول باول وتاخدوا نوتس وتراجعوا كده اول باول عشان ما تنزلوش وقت الامتحان، وتعملوا كلكم كويس في الامتحان وتتاهلوا للمرحله اللي بعديها. طبعا الماتيريال اللي هو بيبقى معروض قدامكم في الزوم، فانتوا بتعتمدوا تماما في مذاكرتكم على النوتس اللي انتوا بتاخدوها في الزوم بتاع النهارده او امبارح او لحد اخر الاسبوع. وبفكركم باهم اهم اهم حاجه، ان انتوا كل تواصلاتكم معانا
الامتحان، او لو هتكملوا طبعا، او لما تكملوا ان شاء الله في فيس 3، او لما تيجوا تسجلوا في الزوم، ان هو لازم يكون بالايميل اللي انتوا بتستخدموه في فيز 1 واللي انتوا سجلتوا بيه في المسابقه. فتستخدموا نفس الايميل دايما عشان ما يكونش فيه لخبطه في الكوميونيكيشن ما بيننا وما بينكم. فده مهم قوي 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 ان انتوا تكونوا كونسيستنت، او يعني مستمرين في نفس الايميل اللي احنا بنستعمله من الاول، عشان بس ما يحصلش اللخبطه في ان احنا نبعت لكم الامتحان. بكده اكون جاوبت على يعني اسئله، او قلت لكم كده ريكاب سريع عن الحاجات المهمه اللي انتوا محتاجين تعرفوها. واحنا ممكن كده نبتدي اول ابسود بتاعت SMEs. هنخش على طول بعديها على الابسود اللي بعديها واللي بعديها، وبعدين هناخد بريك، هقول لكم قبل البريك على طول. فاحنا هنعمل الابسودز ورا بعض، واتمنى تعجبكم وتنبسطوا بيها وتتعرفوا فيها على معلومات جديده، وان انتوا في المستقبل تكونوا رواد اعمال وصحاب شركات صغيره ومتوسطه. وتعالوا نشوف مع بعض اول ابسود. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من سلسلة حلقات هنتكلم فيها عن الSMEs أو الشركات الصغيرة والمتوسطة كموضوع من الموضوعات اللي بتهم الاقتصاد بشكل عام وبتهمنا كبنك بشكل خاص. في الحلقة دي هنتكلم بالتفصيل عن علاقة الSMEs بالاقتصاد والدور اللي بتلعبه الSMEs في تنمية الاقتصاد المحلي والعالمي. الحقيقة إن علاقة الSMEs بالاقتصاد علاقة تأثير وتأثر، بمعنى إنها بتأثر في الاقتصاد وبتتأثر بيه في نفس الوقت. يعني زي ما قلنا، كل ما حجم الشركة الصغيرة أو المتوسطة بيكبر بتضطر تضخ فلوس في الاقتصاد، لأنها بتصرف أكتر على السلع والخدمات في محاولات التوسع، وده بيزود كفة الطلب في معادلة العرض والطلب. ده غير إنها بتساهم في تقليل الفقر عن طريق خلق الوظائف اللازمة لتحمل عملية التوسع دي. عندك مثلا في الولايات المتحدة تعيينات الشركات الصغيرة والمتوسطة بتمثل أكتر من 60% من الوظائف الجديدة. وفي الاتحاد الأوروبي تعيينات الشركات الصغيرة والمتوسطة بتمثل أكتر من 70% من الوظائف الجديدة. وفي الصين تعيينات الشركات الصغيرة والمتوسطة بتمثل أكتر من 80% من الوظائف الجديدة برضو. ده غير إن الSMEs هي شركات صغيرة ومتوسطة في الأول وفي الآخر، يعني إمكانيات محدودة، يعني عرضة للمخاطر أكتر بكتير من الشركات الكبيرة. وفي ظل محدودية الإمكانيات بنلاقي الشركات دي معتمدة اعتماد كبير على الابتكار في حل مشاكلها، وبنلاقيها كمان مستعدة لتجربة أفكار جديدة أكتر من الشركات الكبيرة، واللي عشان تاخد خطوة واحدة لازم تحسبها كويس قوي. الموضوع ده بيخلق وبيعزز ثقافة معينة كده عند الSMEs، وهي المرونة والقدرة على التكيف وروح المغامرة مع الابتكار وحل المشكلات بطرق غير اعتيادية ما تقدرش عليها الشركات الكبيرة. كل ده ليه أثره الإيجابي على الاقتصاد. الاقتصاد بيتأثر بشكل إيجابي لما الSMEs بتشتغل وبتتوسع وبتوظف وبتنتج وبتبيع وبتصدر. بس على الناحية التانية الSMEs بتواجه خطر الأزمات الاقتصادية، وهي أكتر عرضة للتأثيرات السلبية للاقتصاد من الشركات الكبيرة طبعاً. يعني لما الاقتصاد يدخل في حالة ركود بنلاقي الشركات الكبيرة بتقدر تعتمد على مواردها الواسعة عشان تتكيف مع الوضع الجديد، لكن بنلاقي إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للإغلاق أو الانكماش. عندنا مثلا 5 عوامل اقتصادية بتأثر سلباً على الSMEs، بل إنها كمان بتهدد الSMEs تهديد وجودي مباشر. أول حاجة الطلب. الشركات الصغيرة والمتوسطة بتعتمد على الطلب من العملاء لبيع منتجاتها وخدماتها، وده لما يكون الاقتصاد في حالة ازدهار بيكون في طلب كبير على السلع والخدمات دي. أما بقى لما بيكون الاقتصاد في حالة ركود الطلب بيقل، وده بيؤدي إن الربحية بتقل هي كمان. ساعتها بتبدأ الشركة دي في الانكماش وبعدها الاختفاء. تاني حاجة التكاليف. الشركات الصغيرة والمتوسطة بتتأثر برضو بتكاليف التشغيل زي الإيجار والعمالة والمواد الخام. في حالات التضخم الاقتصادي بترتفع التكاليف،
وبالتالي بيكون صعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة إنها تحقق الربح. ثالث حاجة التنظيم، لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة بتخضع لقوانين تنظيمية من الحكومات، وبتدفع تكلفة الامتثال للقوانين دي من ميزانيتها المحدودة. ساعات بيكون من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التنافس مع الشركات الكبيرة اللي عندها ميزانيات أكبر للبند ده. رابع حاجة التكنولوجيا. طبعا التكنولوجيا بتتغير باستمرار، وده ممكن يبقى تحدي للشركات الصغيرة والمتوسطة اللي لازم تواجه أحدث الاتجاهات زيها زي الشركات الكبيرة بالظبط. لكن في الأزمات الاقتصادية ما بتبقاش ال SMEs قادرة على تحمل تكاليف الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، وده بيحط ضغوط على أرباحها. خامس حاجة السياسات، ودي تأثيرها مباشر على الشركات الصغيرة والمتوسطة. يعني على سبيل المثال فرض ضرائب جديدة أو قواعد تنظيمية جديدة، ودي حاجة بتؤدي فوراً إلى زيادة تكاليف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وساعات كمان بشكل يفوق قدرتها على التحمل. في حلقة من الحلقات الجاية هنتكلم عن دور البنك المركزي المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تجنب المخاطر دي. وفي الحلقة الجاية هنتكلم على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلاقة البنوك والمؤسسات المالية بالSMEs. خليكم معانا. صباح الخير. اهلا بيكم في السي اي بي سمر تريننج بروجرام. انا اسمي عماد فؤاد. انا العضو المنتدب لشركه سي فينتشرز. شركه سي فينتشرز هي اول شركه راس مال مخاطر مملوكه من بنك في مصر ويمكن في الميدل ايست. حابب اكلمكم النهارده عن الشركات الناشئه ومراحل نموها وعلاقة مراحل النمو دي بالتمويل اللي بتحتاجه. زي ما انتم عارفين أي شركة ناشئة علشان تنجح بتحتاج تمويل، وعموما الشركات الناشئة زي أي كائن حي بتمر بمراحل نمو لغاية لما بتكبر وبتبقى ليها تواجد في السوق، وبيبقى عندها قاعدة عملاء وبتبقى شركات ناجحة. المراحل دي الحقيقة بتمر بكذا ستيج، من أول الشركة ما تبقى فكرة لغاية وبتمر بعد كده بمرحلة إن الفكرة دي تبقى بتبتدي تتبلور في إن هي تبقى بداية منتج أو خدمة، وبعد كده رواد الأعمال أو المؤسسين للفكرة دي بيبتدوا يعملوا شركة ويبتدوا ينزلوا السوق ويقدموا الخدمة دي أو يبيعوا المنتج ده، وبعد كده بيبتدي مراحل نمو مختلفة للشركة لغاية لما تكبر وتتوسع. مع كل مرحلة من المراحل دي بيجي نوع من أنواع أو نوع خاص من المستثمرين، لأن كل مرحلة ليها درجة مخاطرة معينة، وبالتالي مش كل المستثمرين بيقبلوا نفس درجات المخاطرة. فأنا هبتدي معاكم أوك يو ثرو سريعا من أول الأفكار. لما إحنا بنبقى مجموعة وعندنا أو فرد وعنده فكرة معينة وعايز يبتدي يكسبلور الفكرة دي أو يشوفها وينفذها فعلا، غالبا بيروح لحاضنات أعمال أو مسرعات أعمال اللي هم الانكيوبيترز أو الاكسلريترز، ودول بيبقوا يوجولي بيبقوا عاملين برامج. البرامج دي بتبقى من 3 ل6 شهور، فيها الفاوندر أو
رائد الأعمال بيتعلم حاجات كتير قوي علشان يطور فكرته من إنها تبقى فكرة لأنها تبقى بداية شركة ناجحة. لأن زي ما حضراتكم عارفين إنه أنا ممكن أبقى بفهم كويس قوي في اللي أنا بعمله، إنما في جوانب كتير جدا بتحتاجها أي شركة عشان تبقى قائمة وناجحة، منها اللوائح والقوانين، منها دراسات سوق، منها سيرفيز للعملاء، منها خطة تسويقية، منها خطة عمل، منها طبعا جزء الفاينانس، جزء القانوني الليجل. يعني بيبقى محتاج سبورت في حتت كتير جدا، مش بالضرورة انه يبقى عنده خبرة فيها. وده بيبقى دور حاضنات او مسرعات الاعمال. هم برضو بيبقوا عموما نوعين، يا اما بيبقوا حاضنات او مسرعات اعمال خاصه، او بمعنى اصح في مدير هو اللي بيدير البرنامج ده وهو اللي بيقدم الدعم، وفي نوع تاني بيبقى تابع لجامعات وبيبقى دورها برضو نفس الدور. الفرق بينهم غالبا بيبقى انه الاكسلريتورز او الانكيوبيتورز اللي بتبقى بروجرامز مستقله بيبقى داخل في البروجرام بتاعها، في اخره لو رائد الاعمال نجح في الستيجز اللي بيمر بيها بيبقى فيه جزء تمويل كمان، تمويل صغير بنسبه معينه من الشركه، غالبا بيبقى ستاندرد، وده يعني نموذج متعارف عليه في العالم كله وموجود في مصر كمان. في الناحية التانية الجامعات اللي بتعمل أو بتدير النوع ده من الحضانات في الغالب ما بتقدمش تمويل، بيبقى أكتر سبورت، نصيحة، كونكشنز، حاجات كتير، بس بيبقى في الآخر لما بيتخرج من البرنامج ده الجامعة بتقدر تعرفه على سوق المستثمرين المحتملين في المرحلة اللي بعد كده. تيجي بعد كده مرحلة بداية وجود منتج، أو بيتقال عليها بقى خلاص أنا عندي سيرفيس جاهز وعندي حاجة اسمها برودكت تو ماركت فيت، أو ملائمة المنتج بتاعي للسوق، وبقى في الفاوندر درس السوق كويس واتكلم مع عملاء وعنده بدايات عملاء بالفعل عايزين يبقوا يحصلوا على الخدمة أو المنتج ده من عنده، سواء بقى يعني حضرتك الشركة العملاء بتوعها كانوا عملاء أفراد أو بتقال عليها B2C، أو كانوا شركات أو كيانات اللي بتقال عليها B2B، وفي طبعا موديلز كتير جدا في النص، بس يعني دول الموديلز اللي من فوق. فبيبتدوا في المرحلة دي وبداية وجود عملاء بيجي برضو نوعين من المستثمرين، لأن دي أول مرحلة بتبتدي الشركة الناشئة تبحث فيها على تمويل خارجي. فطبعا دي مرحلة تعتبر أعلى خطورة من المراحل اللي بعد كده، لأنه ببساطة ممكن زي أي كيان صغير بيبقى عرضة لأي تقلبات، حتى لو ما كانتش تقلبات أو ظروف متوقعة. ما بيبقاش الشركة لسه عندها يعني التواجد أو الملاءة المالية الكافية إنها تقدر تتحمل أي نوع من أنواع الصدمات أو كده. فطبعا دي بيبقى مرحلة مخاطرتها عالية. وبيجي هنا نوعين من المستثمرين، واحد بيتقال عليه 3Fs أو Friends, Families and Fools، ودول بيبقوا يعني الدايرة اللي حوالين رائد الأعمال، والدايرة دي بتبقى ببساطة الناس اللي عندها ثقة في الشخص نفسه أو في مجموعة الأشخاص، وعارفين إن هم أو عندهم الثقة الكافية إن الأشخاص دي تقدر تعمل اللي هي
او تحقق اللي هي بتقوله. لانه في المرحله دي والحقيقه حتى في كذا مرحله بعد كده من اهم العوامل اللي بتنجح شركه هي الفاوندنج تيم او المؤسسين للشركه دي والشركاء بتوعها، لان هم دول اللي بيبقوا ده حلمهم وده اللي بيشتغلوا جامد جدا ان هم يحققوا. النوع التاني من المستثمرين بيبقوا بيتقال عليهم انجل انفسترز او يعني المستثمرين الملائكه، ودول برضو بيجوا في المرحله دي. دول بيبقوا نوعين، عموما بيبقوا افراد دي بتبقى عندها خبرات معينه في مجالات معينه، وبيبقى عندها مدخرات شخصيه، وبيبقوا عايزين يخشوا يستثمروا في المرحله دي علشان بيبقوا شايفين ان الفكره كويسه، او بيبقوا شايفين ان التيم كويس، او بيبقوا عايزين طبعا في الاخر يحققوا مكاسب جامده، لان هم بيبقوا داخلين في الاول على تقييم اقل من المراحل اللي بعد كده. والافراد دي في اوقات كتير، وده برضو موجود في مصر، بيعملوا نتورك، وبتبقى سواء كانت النتورك دي مجموعه منهم كل واحد فيهم بيحط او بيستثمر جزء صغير، او بيعملوا برضو صندوق كلهم يأسسوه مع بعض ويبتدوا يستثمروا مع بعض في الشركات في المرحله دي. طيب عدينا المرحله دي وخدنا التمويل ده وابتدينا نزلنا السوق وابتدى يبقى عندنا قاعده عملاء وبنبيع. وطبيعي في مرحله اوليه لاي مشروع بنبقى عايزين نتوسع بقى، نصرف اكتر على ان احنا نعين ناس، نكمل التيم بتاعنا، نبتدي نعمل حملات تسويقيه، نبتدي يبقى عندنا سيلز تيم، فريق مبيعات قوي، يبتدي يبقى عندنا فريق تمويل قوي، يعني نكمل الهيكل التنظيمي للشركه والاداري، ونبتدي ننزل السوق ونتوسع فيه، سواء في الخدمه الاساسيه اللي احنا بنقدمها، وفي اوقات كتير بيبقى الشركات الناشئه مع الخدمه الاساسيه اللي بتقدمها بتبتدي تبتكر خدمات تانية مكمله او اضافيه. وبالتالي برضو مرحله النمو دي بتبقى محتاجه تمويل اضافي، وهنا بيجي دور يعني شركات او صناديق الاستثمار في راس مال المخاطر او الفينشر كابيتال. وهم زي ما يعني كنت بقول هم نوعين تاني من المستثمرين، يا اما صناديق استثمار اللي هي الفي سي فاندز، يا اما بيتقال عليهم السي في سيز او الكوربريت فينشر كابيتال فيرمز، اللي هي شركات راس المال المخاطر المملوكه من كيانات اكبر زي سي فينشرز. سي فينشرز مملوكه بالكامل من البنك التجاري الدولي. والحقيقه كل نوع من المستثمرين ليه عده مميزات، وهم في الحقيقه بيكملوا بعض. يعني المستثمر المستقل او الصناديق الخاصه، سواء كانت صناديق بتستثمر في قطاعات معينه بعينها زي الفينتك او الاديوكيشن او يعني مجالات التعليم او التكنولوجيا الماليه او كده، وفي صناديق عامه بتستثمر في اي نوع من انواع الشركات اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا عموما. والصناديق دي يعني في اغلب الحال بيبقى صناديق حجمها كبير، وبتبقى عندها يعني القدره انها تخش في جولات تمويليه كبيره، وكمان بتقدر تساعد الانتربرنور او رائد الاعمال في انه يريز فاندز او يحصل على تمويل اضافي من ناس تانية عشان يكمل الجوله اللي هو عايز يعملها، وبالتالي يبتدي ينزل ويعمل التوسع اللي هو عايزه. الجانب التاني بقى اللي هو جانب او النوع التاني اللي هو السي في سيز او شركات راس المال المخاطر المملوكه من كيانات اكبر زي سي فينشرز، بتقدم حقيقه نوعين من السبورت.
في التمويل، وحجم التمويل ده بيفرق بقى من كل شركة للتانية ومن الهدف من التمويل. بس في الأوقات الطبيعية بيبقى تمويل ليه حدود معينة، غير لو طبعا في رغبة من الشركة الأم إنه يبقى في نوع من أنواع التعاون الأكبر أو الاستراتيجيك الأكبر مع الشركة الناشئة، وساعتها بيبقى الموضوع مختلف شوية. إنما في الطبيعي بيبقى ليه ليميت معين أو حدود معينة. إنما اللي مع التمويل والحاجة المهمة جدا الحقيقة اللي شركة سي فينتشرز بتقدمها، ودي حاجة لازم أي انتربرنور يبقى واخد باله منها كويس، هي فكرة التعاون، فتح مجالات التعاون مع البنك. وفتح مجالات التعاون مع البنك دي طبعا نوع من انواع الفاليو اد اللي هو يعني الحقيقه متميز لشركات السي في سيز او الشركات اللي زي سي فينتشرز، لانه بطبيعه الحال احنا كشركه مملوكين من البنك. فاللي بنعمله اول ما نبتدي نبص على وندرس احتماليه الاستثمار في شركه معينه، بنبتدي نكونكت الشركه دي مع البنك علشان الزملاء في البنك يدرسوا سبل التعاون والسبورت اللي يقدر البنك بيه يعملوا مع الشركه الناشئه، علشان في الاخر نعمل اللي بيتقال عليه الوين وين ستراكشر، واللي هو في ان الشركه الناشئه بتفيد البنك بشكل مباشر او غير مباشر، والبنك بيفيد الشركه الناشئه. في كذا نوع من انواع الخدمات او السبورت اللي ممكن البنك يقدمه لاي شركه ناشئه، منها الخدمات البنكيه التقليديه، لو الشركه عايزه تفتح حساب، عايزه البيرول بتاعها يتعمل، يعني الحاجات التقليديه. في بقى الخدمات الليفل اللي بعده او الليفل الثاني، الخدمات اللي هي انوفيتيف او مبتكره، واللي هي دايما بتبقى مرتبطه بالعالم الرقمي او الديجيتال وورلد اللي احنا عايشين فيه، سواء بقى كانت الشركه دي محتاجه بيمنت جيت واي، محتاجه تيشو كروت، محتاجه حاجات في الانتجريشن مع السي اي بي وولت. يعني بنبتدي الزملاء يدرسوا الكيس ويشوفوا ايه البنفيت للشركه الناشئه وايه البنفيت للبنك. واخر حاجه، ودي طبعا حاجه مهمه جدا، ان البنك نفسه او جزء من عملائه يبقى هو عميل للشركه الناشئه. فلو الشركه الناشئه دي بتقدم خدمه معينه او منتج معين، البنك شايف انه مفيد ليه كبنك انه يكومبلمنت بيه حاجه معينه عنده، او مفيده لقطاع من القطاعات اللي البنك بيخدمه، سواء كان افراد او شركات متوسطه او صغيره او شركات حتى كوربريتس كبيره. فبيبتدي العميل او البنك يدي او يجيب عملاء او يبقى هو نفسه عميل للشركه الناشئه، وده اللي بيتقال عليه طبعا يعني access to distribution وافيلينج، او ان احنا نتيح فرص للتوسع ان البنك نفسه يبقى عميل. وطبعا يعني حاجه مهمه جدا انه شركه ناشئه لما تقول او تعلن عن ان البنك التجاري الدولي او عملاء البنك التجاري الدولي ايا كان نوعهم بيستخدموا الخدمه او المنتج اللي الشركه مطوراه، بطبيعه الحال ده بيفتح مجالات لان الشركه تقدر تتوسع في السوق، لانه بيدي ثقه في منتج الشركه وخدمتها، وبالتالي بيدي للشركه فرصه كبيره جدا في التوسع واضافه عملاء اخرى بنفس الحجم. وده اللي بيخلي طبعا في تأثير إيجابي جامد جدا على توسع الشركة، وده يمكن فاليو اد في نفس أهمية التمويل، لأنه في الآخر هو اللي بيسابورت الشركة أو أي حاجة. يعني في الآخر السابورت للشركة هي مبيعاتها وقدرتها على أنها تتوسع في السوق.
طبعا من الحاجات المهمة جدا أي فاوندر أو أي انتربرنور يبص عليها في المراحل المختلفة هو إنه لازم يبني فريق عمل كويس جدا. لازم يبقى عارف كويس قوي المشكلة اللي بيحاول يحلها. لازم يبقى على دراية كاملة بالسوق اللي هو بيشتغل فيه وأبعاده، ولازم يبقى دارس كويس قوي هيخش السوق ده ازاي، ايه اللي هيميزه عن المنتجات الحالية او المنتجات حتى اللي ممكن شركات ناشئة تانية تعملها شبه اللي هو بيعمله. ايه اللي هيميزه هو وينزله السوق اللي بيتقال عليها اليونيك سيلينج بوينت. ايه اللي هيخليه الشركة دي تنجح. الجانب التكنولوجي طبعا مهم جدا، وازاي اطور تكنولوجيا تبقى قادرة انها تخدم بطريقة سهلة وفعالة الهدف اللي انا عايز اعمله، وازاي اعرف احمي التكنولوجيا بتاعتي. وفي الاخر طبعا مهم قوي يبقى عندنا تخيل ودراية كاملة بالابعاد الاخرى لادارة شركة ونمو شركة. وده بيحتاج دايما سبورت من ادفايزرز كتير، فبرضه لازم ده تبقى حاجة مهمة. وفي الاخر ومع الحقيقة الوضع الظروف اللي بتمر بيها العالم حاليا، لازم برضه المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها تبقى في الاخر بتهدف الى الربحية، ويبقى بيتقال عليها اليونت ايكونومكس او قد كده المنتج او الخدمة من الناحية الاقتصادية ليه جدوى، وان في هامش ربح معين مع التوسع في الاعمال هيقدر يغطي لي تكاليفي ويبتدي يحقق ربحية. لانه هو ده النمو اللي نقدر نقول عليه نمو مستدام. وده الحقيقة بقى هو الترند اللي موجود حاليا، وهو ده البيسك الصح اللي المفروض اي فاوندر يفكر فيه على المدى المتوسط انه يبقى وصل له. ارجو ان انا اكون في الاخر افدتكم، ويا رب ان شاء الله تستفيدوا من البرنامج. وشركة سي فينتشرز دايما متواجدة في السوق وعلى يعني استعداد انها تساعد الانتربرينورز في الوقت المناسب ان احنا نقدم لهم كل الدعم. ميرسي لحضراتكم وشكرا، مع الف سلامة. صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة نرمين. صباح الخير دكتور. ومع كل السمر بروجرام انترنز في سي اي بي. سي اي بي من المؤسسات الجميله اللي دايما بنشتغل معاها بقالنا سنين كتير، ومن احسن الاماكن اللي الناس بتتعلم فيها. انا اسمي ايمن اسماعيل. الخلفيه بتاعتي انا مهندس بالتعليم، بس ما اشتغلتش كتير في الهندسه. بعد ما اتخرجت اشتغلت شويه لفتره في مصر ودرست MBA، كنت في الجامعة الأمريكية، وبعدين بعدها سافرت. يمكن قعدت أكتر من 15 سنة. خلصت PhD في التنمية الاقتصادية، واشتغلت في كونسلتنج لفترة في إحدى شركات الكونسلتنج ماكنزي اند كومباني. وقتها كان جزء كبير من اللي بيحصل كان في التكنولوجي والديجيتال ترانسفورميشن في أمريكا وفي بلاد تانية كتيرة.
بعدين رجعت 2011 لمصر. اشتغلت في الجامعة الأمريكية. كان جزء كبير من الشغل بتاعي بيركز على ازاي ان احنا نكبر ريادة الأعمال المبنية على الابتكار، innovation driven entrepreneurship المبنية على الابتكار، المبنية على التكنولوجي، سواء في الجامعة أو في مصر. وفي خلال ال 12 سنة اللي فاتوا عملنا حاجات كتيرة جدا. إن كلمة ريادة الأعمال بالذات في التك ستارت ابس بقت حاجة من الحاجات الموجودة يعني على كل لسان، وناس كتيرة بتفكر فيها. فالنهاردة يعني مبسوط إن نتكلم أكتر على إيه اللي بيحصل في المجال دوت. في الجامعة أنا بدأت AUC Venture Lab حاضنة الأعمال في الجامعة من 10 سنين، وهي دي دلوقتي يمكن حاضنة الأعمال نمرة 1 في أفريقيا والشرق الأوسط. بنشتغل مع أكتر من 300 ستارت اب، وفيهم قصص عظيمة لرواد أعمال عملوا حاجات، بدأوا شركات في قطاعات مختلفة زي الفينتك والهيلث تك وإي كوميرس وسستينابيليتي وإنرجي وكرييتيف سيكتورز وغيرها. بدأنا حاضنة الأعمال بتاعت الفينتك المتخصصة في التكنولوجيا المالية بالشراكة مع CIB من حوالي 6 سنين، ودي كانت شراكة جميلة لأن هي دخلتنا في واحد من القطاعات اللي يعني فيها نمو ضخم جدا في مصر. فاشتغلنا مع شركات كتيرة في المجال دوت. غير كده أنا بدرس entrepreneurship في الجامعة، وبعمل ريسيرش كتير على حاجات ليها علاقة بانتربرينورشيب، وبشتغل وساعات بستثمر في بعض الشركات الناشئة. فليا الحظ أن أكون شغال مع رواد الأعمال في طرق كتيرة جدا مختلفة، ودايما بنتعلم منهم وبنشوف الحاجات الجميلة اللي هم بيعملوها. سعيد جدا أبقى معاكي النهاردة يا نرمين، ونتكلم على رحلة ريادة الأعمال وإيه اللي بيحصل فيها في مصر. Thank you very much يا دكتور. والحقيقة ده يخليني أسأل حضرتك، الكونسبت اوف الانتربرينورشيب أو ريادة الأعمال اتغير إزاي خلال ال10 سنين اللي فاتوا؟ يعني هل حصل تطور أو تغير فيها خلال ال10 سنين؟ بس احنا طول عمرنا عندنا في مصر رواد أعمال يمكن من حوالي 150 سنة، من أول ما الاقتصاد يعني المودرن ايكونومي بدأ في كل العالم. بس أغلب رواد الأعمال اللي كانوا عندنا كانوا بيشتغلوا في قطاعات تقليدية، قطاعات الإنشاءات، الريتيل، المحلات، التصنيع، الكونستراكشن وهكذا. لكن السيكتور بتاع الفنتشر كابيتال باكت انوفيشن دريفن ستارت ابس اللي بروبلي بدأ في أمريكا مثلا من حوالي 30-40 سنة مع الحاجات اللي بتحصل في المجال بتاع الكمبيوتر والتليكوميونيكيشنز والإنترنت والكلام ده، بدأ عندنا يمكن من حوالي 15 سنة. يعني يمكن أول صندوق استثمار رأس مال مخاطر بدأ في مصر في 2004، تكنولوجي ديفلوبمنت فاند، وكان بمساندة من وزارة الاتصالات. من وقتها يمكن 2010-2011 كان في أول قصة بتاع التخارج لشركة كبيرة في مصر Link.net. 2014 بدأ يبقى عندنا كذا صندوق استثمار تاني A15 وألجبرا فينتشرز، وبدأ إن حاضنات الأعمال تبدأ في المجال دوت. AUC Venture Lab بدأنا في 2013، Flat 6 Labs في 2012، وحاضنات أعمال تانية مختلفة بدأت في مصر في السنين اللي بعدها. فاحنا دلوقتي المجال اتغير يمكن في ال10 سنين اللي فاتوا. اكتر حاجه ان ناس كتيره بقت مهتمه بالتكنولوجي ستارت ابس. في 3 اسباب ورا الحكايه ديت. اول حاجه ان الناس كلها بقت كونكتد. لما نبص على التليكوميونيكيشنز هنلاقي ان اكتر من نص المصريين في سن ان هو يسمح لهم يستخدموا التكنولوجي دلوقتي كونكتد للانترنت بشكل او باخر، اغلبهم من خلال الموبايل فونز. فدي بتفرق جامد جدا. الحاجه الثانيه ان الانفستمنتس بدات ان هي يعني مستواها يعلى، فده بيساعد على نمو الشركات ديت. والحاجه الثالثه ان السياسات بتاعت الدوله في مجالات مختلفه بدات ان هي تفتح اماكن وقطاعات ان الشركات دي تشتغل فيها. فال3 ترندز دولت فتحوا اوبورتيونيتيز كتيره. ومعانا من الناحيه الثانيه بقى عدد مش قليل من الانتربرينورز اللي بداوا يبداوا شركاتهم في القطاعات ديت، وبدانا نشوف بقى قصص يعني حاجات مبشره جدا في القطاعات اللي اتكلمنا عليها. فده التغيير اللي حصل في ال10 سنين اللي فاتوا. دلوقتي لما نبص على احنا فين هنلاقي ان الاستثمارات اللي في القطاع دوت زادت جدا. يعني من 3-4 سنين كان الاستثمارات حوالي $50 مليون في السنة. السنتين اللي بعدهم بقت حوالي $150 مليون في السنة. السنة اللي فاتت وصلت لحوالي $500 مليار
السنة دي إن شاء الله يمكن توصل $1 مليار على حسب اللي هيحصل في الأسواق العالمية. بس يعني دي أرقام مبشرة جدا بالنسبة للاستثمارات. بالنسبة لأعداد الشركات، الأعداد برضو عمالة بتزيد، بس هنتكلم على القطاع ده يعني إيه الخصائص بتاعته. بس أعداد الشركات بتزيد والاهتمام بيها بيزيد، والوعي بالذات في الشركات اللي ممكن تتعاون مع الستارت ابس بدأ برضو يزيد. فعندنا المساحة ديت بتتغير بشكل سريع جدا، والفرص اللي فيها يعني بتكبر. يعني ان ممكن الشركات دي تغير من شكل الخريطة بتاعت البيزنس في مصر. هو ده الحقيقة أنا متفقة مع حضرتك جدا، ويمكن من أكتر الحاجات اللي ظهر إن ابتدت البنوك تدعم جدا وجود الانتربرنور، واصبح ان بقى في اجزاء كتيره جدا من الادارات اللي جوه البنوك دورها الاساسي انها بتاكت از كونسلتنت او شريك للانتربرنور في عمليه نشاطه، بحيث انها تضمن انه يبدا دايما بوضع مالي جيد. وده الحقيقه خلينا يسالنا حضرتك شايف رياده الاعمال او الانتربرنورشيب مستقبله ازاي في مصر؟ خلينا بس قبل ما نتكلم على رياده الاعمال، في كذا نوع من رواد الاعمال، فهركز على نوعين عشان الناس دايما بتتلخبط منهم، بتتلخبط على ازاي بيشتغلوا. في الشركات الصغيره والمتوسطه. الشركات الصغيره والمتوسطه دي يعني العماد بتاع اي اقتصاد في الدنيا. في مصر عندنا حوالي 2.5 مليون شركه صغيره ومتوسطه. دي الشركات اللي بتشتغل في الريتيل، في المبيعات، في الكونستراكشن، في التصنيع، في كل القطاعات بتاعه الاقتصاد المصري، ودي عصب الاقتصاد واكتر. يعني بتشغل يمكن فوق 90% من العماله اللي في مصر، وكونتريبيوشن للناتج القومي حوالي 80%. فدي كل الناس اللي بيبداوا الشركات دي رواد اعمال. بس الشركات دي اغلبها بتبقى البيزنس موديل بتاعها تقليدي. انا بفتح مصنع او ورشه او محل او منشات دي بتشتغل في القطاعات التقليديه. فمسانده المنشات دي موجوده، يعني حاجه من الحاجات اللي موجوده في مصر في فتره طويله. وفي الكام سنه اللي فاتوا البنك المركزي بدا يركز بشكل اكتر ان هو على مسانده الشركات ديت، وعلى ان يعني البنوك تضخ استثمارات في الشركات ديت. في الوقت البنوك مطلوب منها ان هي تحط اكتر من 25% من المحفظه بتاعتها في الشركات الصغيره والمتوسطه. فده قطاع رياده اعمال التقليدي. القطاع الثاني اللي هو التكنولوجي ستارت ابس، الشركات الناشئه اللي معتمده على الابتكار والتكنولوجي في المجالات اللي بتخش فيها. ده القطاع الجديد اللي بدات الحركه فيه ان هي تكبر وتزيد في السنين اللي فاتوا، في ال10 سنين اللي فاتوا زي ما قلنا. بس دول عدد الشركات اللي فيه بتبقى قليله جدا. احنا بنتكلم على 300 400 500 شركه في السنه، مش بنتكلم على ولا آلاف ولا ملايين زي الشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات ديت شكلها مختلف. ليه؟ لأن أول حاجة فرص النجاح بتاعتها محدودة، فرص الفشل عالية جدا. ليه؟ لأن الشركات دي بيبقى فيها مخاطرة عالية، لأن فيها بنحاول ندخل تكنولوجي جديدة في مجال ما كانش موجود فيه. الناس اللي بيشتغلوا فيها غالبا بيبقى عندهم خبرة سواء من ناحية البيزنس أو من ناحية التكنولوجي عالية، ومستعدين ياخدوا المخاطرة ديت. عشان كده المستثمرين فيها بنسميهم رأس المال المخاطر، اللي هو فينشر كابيتال، واخد مخاطرة عالية جدا. وهم رغم العدد القليل التأثير بتاعهم بيكون عالي، لأن هم بيغيروا شكل القطاعات اللي فيها. فده المجال ده عمال بيكبر دلوقتي. ده اللي اتكلمنا على الاستثمارات اللي فيه، واتكلمنا على ان في قطاعات كتيره بدا الناس تخش فيها، قطاعات الصحه، التكنولوجيا الماليه، الاي كوميرس، التجاره الالكترونيه، اللوجيستكس والموبيليتي، المواصلات. فالقطاعات دي كلها ممكن 3-4 شركات تغير شكل القطاع، لان هي بتدخل تكنولوجي جديده فيه ما كانتش موجوده. البنوك والشركات الكبرى والدوله بدات تبقى مهتمه اكتر بالقطاع دوت. بس الاساس بتاع القطاع ده هم رواد الاعمال اللي هم عندهم تكنولوجي وعندهم معرفه بالبيزنس، وشايفين مشكله معينه عايزين يخشوا يحلوها، وعايزين يغيروا شكل المجال اللي هم فيه. بيتعبوا جدا، لكن في الاخر اللي بينجح منهم بيعمل يعني حاجات عظيمه.
ده حقيقي ويمكن ده احد الاسباب اللي ابتدت تغير الشكل القطاع المالي بصوره عامه. يعني ابتدى يبقى فيه حتى دلوقتي، وده اللي بيقال عليه، اصبح هناك منافس للبنوك، ما بقاش البنك هو الواجهه الوحيده لتمويل شركات او لتمويل القطاع المالي بصفه عامه يعني. طيب ده برضو يخليني ارجع لاسال لحضرتك شايف ايه الكي سكسس فاكتور للانتربرنور؟ يعني عشان يبقى انتربرنور ناجح، ايه كي سكسس فاكتور اعتمادا على خبره حضرتك طول الفتره اللي فاتت دي كلها في هذا المجال؟ خلينا نركز على الانتربرنورز اللي بيشتغلوا في الحته بتاعت التكنولوجي. يعني غير ان هم لازم يكون عندهم معرفه بالقطاع اللي داخلين فيه، ويكون عندهم تكنولوجي يعني الناس ما بتشتغلش لوحدها، بتشتغل دايما في تيمز، بيبقى في فريق عمل هو اللي بيبدا الشركه 3 أو 4. فغير ان يكون عندهم معرفه بالقطاع والتكنولوجي معينه، لكن في خصائص بقى الناس دي بنشوفها. اول حاجه الناس دي بتاخد مخاطره كبيره جدا، فبيكون عندهم الحب والشغف بتاع المخاطره. بمعنى ان انا عايز اخش اعمل حاجه جديده ما حدش قبلي او ما فيش ناس كتيره قبلي عملتها. انا شفت موديل معين اتعمل في البرازيل او في الهند او في ماليزيا او في تركيا او في جنوب افريقيا، وانا شايف ان الموديل ده هينفع في مصر لو طورناه شويه، وانا عايز اجيبه ادخله في مصر لانه هيغير شكل القطاع. فدايما بيكون عندهم الشغف بان هم ياخدوا مخاطره، والانوفيشن ان هم عندهم دايما عايزين يجربوا حاجات جديده ومختلفه بتشتغل في السوق ازاي. فدي اكتر حاجات بتبقى مفيده. الحاجه الثانيه او الثالثه ان دايما بيبقى عندهم القدره ان هم يتحركوا بسرعه. يعني هنلاقي الشركات دي حركتها اسرع بكتير جدا من الشركات التقليديه، وحركتها مبنيه على ان انا مش عايز اعمل البيرفكت بزنس بلان، ان انا اعمل الخطه بتاعتي اللي هقعد 6 شهور او سنه او سنتين ادرسها وبعدين نبدا نشتغل. لا، انا عايز اجرب اشتغل حاجه بسرعه في خلال 6 أسابيع او 8 أسابيع، يكون عندي حاجه اقدر اجربها وانزل اجربها مع الكاستمرز بتوعي واشوف بتشتغل ازاي واشوف هم عايزين ايه واتعلم منهم وارجع اغير واطور منها. فالفكره بتاعت ان انا بجرب وبطور وبتعلم من الكاستمر ومن السوق وبتحرك بسرعه جدا، دي هتلاقي انها من الحاجات السمات الرئيسيه بتاعت الستارت ابس ورواد الاعمال اللي بيشتغلوا في المجال دوت. الحاجه الرابعه ان هم مش دايما يكونوا بيبداوا بفلوس كتيره، لكن بيكون عندهم القدره ان هم يسوقوا ويبيعوا افكارهم لناس حواليهم، يكونوا مستعدين يستثمروا في الافكار ديت من بدري ويحطوا فلوسهم في حاجه حتى لو كانت لسه ما بداتش، وان هم يقنعوا التيم بتاعهم ان هو يبدا في حاجه حتى لو عاليه المخاطره ولسه ما بداتش. فانا هروح اتكلم مع نرمين اقول لها نرمين احنا عندي فكره يعني ضخمه جدا وهتغير كل حاجه، تعالي اشتغلي معانا. طب انت عندك حاجه؟ لا انا لسه ما عنديش اي حاجه بس اعرف اقنعها. طب تعالي حطي معايا فلوس، احنا لسه ما عندناش اي حاجه بس هتحطي معايا فلوس واعرف اقنعها. وبعدين اروح للكاستمر، اروح لنرمين في CIB اقول لها احنا عايزين نشتغل معاكم، انتوا عندكم حاجه؟ لا لسه ما عندناش بس برضو اعرف اقنعها. فبتلاقي عندهم القدره ان هم يقنعوا الناس اللي حواليهم ان في فرصه كبيره وان التيم دوت عنده القدره ان هو يعملها، وان يعني انت عايز تبقى جزء من الفريق دوت اللي هيكسب ويعمل حاجه ضخمه في المجال بتاعهم، ويقدروا يجيبوا الموارد اللي حواليهم سواء فلوس او اشخاص او شراكات بسرعه ان هي تخش معاهم في المجال ده. فدي دايما حاجه بلاقيها في رواد الاعمال، بيتحركوا بسرعه، عندهم بياخدوا المخاطرات، بيحبوا الانوفيشنز والابتكار ويجربوا حاجات جديده، وبيعرفوا ان هم يحركوا الناس اللي حواليهم ان هم يشتغلوا معاهم. والحاجه الاخيره ان هم يعني ما بيفقدوش الامل بسرعه. يعني هيروحوا لحد يقول لهم لا، هيروحوا للتاني للتالت للعاشر. يعني بتتكلم على ستارت اب كل الناس بتبص تلاقي فلان دوت جاب انفستمنت كذا، بس هو ما خلوش باله من فلان ده اتكلم مع حوالي 300 واحد، 299 واحد منهم رفضوه وقالوا له مش هنشتغل معاك، ونمره 300 ده هو اللي جاب. فاحنا كلنا بنبص على الشخص نمره 300 اللي جه وبننسى ان وراها الشخص ده قعد فتره طويله يعافر ويتكلم مع ناس كتير عشان يوصل للنقطه دي. فالمثابره والمعافره يعني ما بيفقدوش الامل، بنسميها ريزيلينس، بيقف تاني. دي من الحاجات اللي دايما بنلاقيها برضو في الستارت ابس ورواد الاعمال في المجال دوت. طبعا الحاجات دي سهل جدا الواحد يقعد يتكلم عليها ويحكي عليها،
بس في الواقع دي حاجات يعني مش سهله، متعبه. بتلاقي حد داخل في مجال وبيقعد يعافر فيه لغايه ما حاجه تطلع، وساعات حاجه بتطلع ساعات حاجه مش بتطلع، بس دايما عندهم القدره ان هم يكملوا ويزقوا الناس اللي حواليهم عشان يكملوا معاهم. فدول يعني دي من الحاجات اللي بنلاقيها دايما، ويعني ليهم خالص الاحترام. يعني دايما بنتكلم على كل رواد الاعمال بسهوله، لكن دي الناس اللي بتعافر وبتنحت في الصخر عشان تقدر تبني شركه او مؤسسه من الصفر، ودي مش حاجه سهله. ده حقيقي، وانا متفقه مع حضرتك جدا. ويمكن اعتقد دي من احد السمات الحقيقيه اللي موجوده لمعظم شبابنا. يعني معظم الشباب دايما عنده فكره وعنده حلم. اللي بيميز واحد عن التاني هو في انه قد ايه هو بيمسك في حلمه وبيحوله الحقيقه وبينزله على ارض الواقع لحاجه مكتوبه على ورقه، وبعدين من شكل ورقه لا لشركه بستاف بفلو ببروسس بكل حاجه. فالحقيقه هو ده الاساس، واعتقد ده المعيار اللي بيميز ستارت اب عن التاني. في اللي بيبتدي وبينتهي في نفس الوقت او في نفس الزمن، وفي اللي بيكمل معاه نتيجه انه فضل ماسك في حلمه ومسابق وعنده المثابره والرغبه والشغف انه يكمل في اللي هو ابتداه واللي عمله. وبما ان حضرتك موجود ومعانا عدد كبير جدا من الشباب اللي بيسمعوا حضرتك ودفنتلي مهتمين جدا يتعلموا من حضرتك، ايه النصيحه حضرتك تحب تسيبها لكل واحد منهم بحيث انه هو لو عنده فعلا فكره يعمل ايه؟ النصيحه النصيحة أحسن مكان تتعلم فيه عن الستارت ابس هو الستارت ابس. فلو عايز تعمل ستارت اب في يوم من الأيام كمان سنة، دور على شغلانة، انترنشيب، أي حاجة في ستارت اب شبيهة باللي أنت عايز تعمله. مش لازم تكون نفس القطاع، بس يعني ستارت اب من الناس اللي بيكبروا وبيعملوا شغل أنت بتحترمه وبتحب إن هو تشوف إزاي بيشتغلوا الشغل جوه المطبخ شكله إيه. لأن من بره الكلام ظريف، لكن من جوه الدنيا صعبة. فعايز تتعلم الستارت ابس بتشتغل ازاي، روح اشتغل في واحدة 6 شهور، سنة، سنتين، وشوف الدنيا بتشتغل ازاي جوه المطبخ. هتخرج منها وانت فاهم الستارت اب بتشتغل ازاي، وجاهز انك تبني حاجة بتاعتك، وعندك شبكة العلاقات، المعارف اللي جوه اللي هيساعدوك. انا عايز حد بتاع ماركتنج، انت عارف ناس بتاع ماركتنج. عايز حد يشتغل معايا في البرودكت ديزاين او ديفلوبمنت او سوفت وير ديفلوبمنت، عارف الناس اللي جوه. طب انا عايز اروح سكه المستثمرين، الفنتشر كابيتال انفستمنتس، انت عرفت الناس دول واشتغلت معاهم. فاحسن مكان تتعلم فيه في الستارت ابس هو جوه الستارت اب. فلو حد فيكم بيفكر بجديه في المجال دوت، بصوا على اكبر 20 30 ستارت اب في مصر، اساميهم معروفه وموجوده، وباي شكل من الاشكال دوروا على انكم تعملوا انترنشيب او تشتغلوا فيهم سنه سنتين. احسن رواد اعمال في البلد دلوقتي، مش في البلد، في العالم عامه، اللي اشتغلوا في شركات ناشئه وخدوا الخبره ديت. وانا مش بقول لك اقعد 10 سنين، ما حدش عنده انتربرينورز ما عندهمش الصبر يعملوا الحكايه ديت، لكن بقول لك اقعد 6 شهور، اقعد سنه، اقعد سنتين، افهم الدنيا شغاله ازاي، ابني شبكه المعارف اللي جوه القطاع دوت، ركز على ايه المشاكل اللي موجوده اللي ممكن تبقى opportunities لانك تبدا ستارت اب بعد شويه. واول ما تلاقي في فكره بقى بدات تطلع، اطلع وراها. في ناس بداوا من غير ما ياخدوا الخبره دي، بس بتطول معاهم شويه، فرص النجاح بتبقى اصعب، وبتطول معاهم شويه لان هم لازم يعوضوا المعرفه دي بان هم يجربوا بقى الحاجات بنفسهم. فافضل طريقه اشتغل في ستارت اب لغايه ما تشوف الدنيا شغاله ازاي، وبعدين منها تطلع تعمل اللي انت عايزه، وهتلاقي يعني نظرتك او نظرتك للدنيا بتشتغل ازاي بعد الخبره دي بتتغير جدا. Thank you very much. الحقيقه يعني كلام حضرتك مش محتاجين ان هو ينتهي، بالعكس احنا عايزين نقعد نسال حضرتك مره واثنين وثلاثه. احنا كنا حاطين بلان ل5 اسئله، ولكن احنا الحقيقه يعني الاسئله عماله بتزيد، نفسنا نسال حضرتك اكتر واكتر. Thank you very much. ده الحقيقه بلاجر لينا وفخر ان احنا نستضيف حضرتك معانا في البرنامج. ديفينتلي بيأكد انه بيزود وبيثري قيمه البرنامج بتاعنا. ميرسي جدا جدا، ونشكر حضرتك على تواجدك معانا، ونتمنى المره الجايه يبقى فيس تو فيس والناس كلها تشوف حضرتك وتستفيد اكتر واكتر من معرفه وخبره حضرتك. ميرسي جدا جدا. شاكر جدا نرمين، ويعني بالتوفيق لكل
الشباب اللي معاكم في البنك، يعني CIB من المؤسسات العريقة اللي يعني بالنسبة لي مدرسة. الناس اللي بتتعلم فيها بتتعلم كتير جدا، ومن المؤسسات اللي بدأت من أول المؤسسات لمصر اللي بدأت إن هي تشتغل مع ستارت ابس وتعرف إزاي إن هي تخلق السينرجيز والتعاون دوت ما بين الشركات الكبيرة، البنوك الضخمة، وفي نفس الوقت الشركات الناشئة، لأن هي دي من أكتر الحتت اللي هتلاقي إن هي مفيدة. فلما تبدأوا تفكروا في الفكرة بتاعت ستارت ابس، من أول الأماكن اللي بتتكلم معاها تتكلم مع CIB، لأن هتلاقي دايما ناس جوه مستعده ان هي تسمع وتديك راي واقعي وحقيقي، وفي نفس الوقت يوم ما يكون في يعني فرصه للتعاون هتلاقي دايما في شغل. فبالتوفيق ان شاء الله، ونفسي ان من كل الناس اللي موجوده ديت نطلع ستارت ابس كتيره جدا تغير شكل المكان اللي احنا فيه. شكرا جدا ليك يا نرمين، وشكرا ليكم على شكرا جدا جدا. ميرسي جدا جدا. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي جدا. ثانك يو. احنا كده خلصنا السيشنز اللي قبل البريك. هيكون عندنا one more session after break، بس كان في برضو سؤالين اتسألوا كتير على Q&A كنت عايزة اقول لكم عليهم. كان اول سؤال بتاع ان الزوم مش بيطلب منكم بيانات وانتوا داخلين عليه. مش مشكله، زي ما قلت لكم طالما انتوا جوه الزوم وفاتحين الزوم وافيلبل عندكم وشايفيني وانا بتكلم، يبقى انتوا خلاص حضوركم متسجل. فسواء طلع لكم بيانات ما طلعلكوش بيانات، ما طلبش منكم حاجه، طلب منكم حاجه، مش مشكله، طالما انتوا جوه الزوم يبقى انتوا حضوركم متسجل. دي اول حاجه. تاني حاجه شهادات لينكد ان، احنا عارفين ان هي لسه ما اتبعتتش، فهتتبعت قريب ان شاء الله لكله، ما تقلقوش. لو حد لسه ما جالوش الشهاده مش مشكله، لان هي هتتبعت قريب. فكده اكون جاوبت على الاسئله اللي اتسالت لنا واحنا في السيشن. هنطلع بريك مع بعض نص ساعه لحد 12:30، ونرجع تاني جوه الزوم 12:30 وناخد اخر سيشن معانا، ونكون كده خلصنا تاني يوم من الاساميز. فاشوفكم تاني الساعة 12:30.